والعمل يا جماعه هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ لا طبعا مش هنسكت. طب وهنعمل ايه؟ هندور على اي دليل ممكن يثبت براءة ادم. هندور عليه فين؟ دي مهمه البوليس وهم احرف مننا فيها. هم احرف مننا لكن ما عندهمش المعلومات اللي عندنا بحكم قربنا من ادم واهله. حلو قوي الكلام ده، بس اكيد يا جماعه كلنا متراقبين وده هيصعب حركتنا. اطمن يا كريم، ان شاء الله هتتدبر. المهم دلوقتي نبدأ ندور على اول الخيط اللي هيوصلنا لادم ودليل براءته. يا باشا ما تقلقش معاليك. لا 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 لا، الموضوع ده منتهي تماما. طبعا. بص معاليك، الورق ده كله عند محمود بيشمس على مكتبه، وهيجيب الواد ده ما تقلقش. تمام معاليك. السلام يا باشا. مع السلامة. يا سهام. سهام. خرجت الساعة كام؟ مش فاكرة بالظبط بس خرجت بدري. ما قالتلكيش رايحة فين؟ لا ما قالتش. طب روحي انت يا زينة. يا ترى هتكون راحت فين؟ معقول اكون راحت له العيادة؟ يبقى لازم البس عليهم. لا 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 يا سيف، اهدى، كل حاجة هتبان بس واحدة واحدة. كنت فين؟ كنت عند الدكتور. ما كنتيش بترد على تليفونك ليه وانت عند الدكتور؟ انا اصلا كنت ناسي الموبايل بتاعي هنا. واي دكتور اللي كنت عنده؟ دكتور امراض البطنه. مش هقولك بقى حاولني على فين. يا فزوره. ايه يا سيف؟ حاولني على دكتور امراض النساء. المفاجاه بقى دكتور امراض النساء قال لي ايه؟ سهام، انا على اخري. كنت يا دكتور بتعملي ايه؟ سيف، الدكتور قال لي ان انا حامل. ازاي؟ ازاي ايه؟ بقول لك انا حامل. وانا بقول لك ازاي؟ يا سيف انت اتجننت. حامل مين؟ من مين ده ايه؟ لا انت مش طبيعي. رد عليا، اللي بطنك ده من مين؟ سيف هيبقى عندنا ابن، حرام عليك. مش مهم يكون عندي ابن. انت ايه؟ المهم اللي بطنك ده من مين ورد عليا. انت مجنون، انت مش طبيعي. لا انت عارفه ان انا عقلين. اقعدي هنا. لا انت كداب. الدكتور قال لك ممكن تخلف. انا ما بخلفش وانت عارفه. الواد اللي بطنك ده من مين؟ رد عليا. هقتلك. لا انت مش حاجه بعيده عن ربنا. انت مفتري. انا مفتري؟ اقول لك ردي عليا. الواد ده ابن مين؟ ردي. والله العظيم. ردي. الواد ده ابن مين؟ انت عارفه ان انا ما بخلفش. طيب مالك يا طط وشك قافل كده؟ يا ابني اضحك كده، خلي ربنا يفكها عليك ولو ليوم واحد. معلش يا كيمو، مزاجي مقرف شويه اليومين دول. اليومين دول؟ يا ابني من يوم ما عرفتك وانت قتل. انا مش عارف انا مصاحبك ليه اساسا. خد بقى يا سيدي، ولع السيجاره دي وهتروق. انا قلت لك ما بشربش يا معلم. يا عم احسن وفرت اهو، شاحي حتى اليومين دول من السوق. اهو انت خليك كده، مالكش غير في السيجارتين والنفسين، والناس غيرك مش لاقيه حتى حق رغيف العيش. ايه يا عم الجو ده؟ كل واحد يا عم بياخد رزقه، طالما احنا في الامان. بيس يا مان. امان؟ متهيألك، محدش فينا عايش في الامان خالص. انا كنت زيك كده ضايع، ما كنتش حاسس باي حاجه. لا يا راجل، كنت بتشرب حشيش؟ انا كنت بشرب اللي ألعن من الحشيش. اوعى تكون اتضربت بالحقن. انا اتضربت بالحب. حب؟ عارف يا كيمو، انا كنت عايش في حلم جميل خلق جوايا موهبه الشعر، وما كنتش بكتب غير على اي حاجه غير الحب بس. كانت احلى حاجه في حياتي، بس للاسف
صحيت في الاخر على كابوس، كابوس فظيع. يا ساتر يا رب، خير؟ مفيش، حبيبتي سابتني وراحت اتجوزت واحد غني. اليوم ده بس حسيت ان انا فقير وضعيف، ضعيف قوي. اكتئبت، بعدها قلت لازم افوق وابقى قوي، وبطلت اكتب في الحب واتجهت للسياسه. مره واحده كده؟ اكتشفت كيمو ان السياسه هي اساس كل حاجه، هي اللي ضيعت مني حبيبتي، هي اللي خلتني فقير. لو السياسه صح كنت لقيت شغل واتجوزت، ما كانتش ضاعت مني. شفت يا كيمو؟ لفه طويله ها؟ بس هي دي الحقيقه، هي السياسه اساس كل حاجه في حياتنا. تصدق ان انا جسمي اشعر من كلامك ده يا طاهر؟ انت على اساس انك بتحس؟ يا ابني ما تحكمش على الناس بالمظاهر. انا واحد من الناس اللي بحب اضحك واهزر عشان اداري همومي. صدقني انا نفسي اتغير. تغير ليه يا معلم؟ انت زي الفل، هو نفسين وسجارتين. فل دبلان ملوش ريحه. اخيرا عرفت حياتك. انت فاكرني يا ابني مش عارف حقيقتي؟ انا عارف كل حاجه، بس مع الاسف مش لاقي دافع ولا حافز يخلينا ان انا اتغير. ياه، انت طلعت ضلمه يا كيمو. بس بقول لك ايه، انا دول يومين بنقضيهم لحد ما الواحد يموت. يا ساتر يا رب، ما تفولش في وشي، موت لوحدك. بقول لك ايه، فكك بقى من جو الكآبه ده وتعالى بقى افرجك على ايه سايت بيعمل ابلود لافلام ثقافيه، انما ايه، عنب او مراهق. افلام ثقافيه يا تفاهتك يا اخي. تفاهتي؟ على الاقل نشوف حاجه طريه بدل ما انا قاعد قدام وشك العكر ده. وبالنسبه لثوره التغيير اللي كنت عايز تغيرها في نفسك دي، هتغيرها امتى بقى باذن الله؟ يا سيدي نغيرها بكره، على رايك. مش مشكله. طيب خليك انت في افلامك الثقافيه بقى، وانا هقوم في بيت شعر كده جاي في دماغي، هقوم اكتبه. الاقي عندك ورقه وقلم؟ لا الحقيقه ما بستخدمش الحاجات دي خالص. طبعا هتعامل، اكيد انا الاقيه في اي حته. خش دور. يلا يا اخويا اعمل لي فيها ابن المقفع. قلت لك الحظر لسه سالف موضوع ادم، مش هقدر اعمل لك حاجه يا علي. حضرتك احنا كده بنغلط غلط كبير وبنسيب الحياه تفلت من ايدينا عشان نطيع الاوامر طاعه عاميه. امال يعني عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اسمع كلامك عشان يسحبوا الترخيص ويقفلوا الجورنال؟ والله انا عندي ننشر الحقيقه ونقفل بعدها احسن ما نفضل فاتحين لتضليل الراي العام والكذب عليه. دي مش رسالتنا يا استاذ. انت هتعلميني شغلي ولا ايه؟ انا اسفه، انا بس بفكر حضرتك وجل من لا يسهو. ما تفكرنيش، اتفضلي. جيل متسرع صحيح. نونو يا حبيبتي، هتفضلي تعيطي كده على طول؟ ضميري بيأنبني قوي يا ماما. انتي مالكيش ذنب يا حبيبتي في حاجه، وانتي عملتي له حاجه، وبعدين احنا عملنا اللي علينا والباقي مش بايدينا. يا بنتي خلي عندك ثقه في الرب. ترى يا ادم اعمل ايه دلوقتي؟ جعان عطشان، لقيت مكان امان ولا بتجري في الشوارع عمال تستخبى من كل حد؟ يا بنتي اطمني، طالما ما جاش خبر بالقبض عليه هيبقى عايش وبخير وفي حته امان. احنا لازم نلاقيه يا بابا، لازم نلاقيه ونساعده باي طريقه. طبعا يا بنتي، بس هنلاقيه ازاي؟ هو اكيد اتصل باهله يطمنهم عليهم ويقول لهم مكانه، صح؟ احتمال برضه يا حبيبتي. خلاص يبقى انا لازم اروح ازورهم واطمن عليهم واعرف مكانه. ما تعقلي يا حبيبتي، احنا ما صدقنا انك خرجتي من دايره الخطر. دايره الخطر دي انا اللي كنت فيها ودخلت ادم معايا، وبعد ما ورطته اسيبه فيها لوحده يولع يعني؟ لا 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 طبعا يا بنتي، بس انت يعني هتروحي تعملي هناك ايه عندهم؟ اسال عليهم، ده ابسط حقوقهم عليا. مش كفايه حرمتهم من ابنهم وضيعت مستقبلهم؟ يا بابا عشان خاطري ما تمنعنيش ان احاول اكفر عن ذنبي باي طريقه. روحي يا بنتي، ربنا معاكي. معقول اللي انا شايفه ده؟ طاهر، ولا يا طاهر انت يا زفت؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ بص، مش ده الراجل الامريكاني اللي قتله ادم؟ هو بس يخلق مش شبه 40. 40 ايه يا ابني؟ هو ده، انا متاكد ان هو الراجل. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه خطير جدا. الحمد لله بعد ما وقفنا النزيف بقت كويسه، بس للاسف فقدت الجنين. الحمد لله على كل حال يا دكتور. هي وقعت ازاي؟ زحلقت على السلم فوقعت. بعد اذنك.
ضيق في حياتك يا مدام. انت اللي جابك هنا. اخرج بره بقى، اخرج بره. حاضر، هخرج بره، بس انا ناوي اخرج بره بقى من حياتك كلها، لان ناوي اطلقك عشان ما عنديش استعداد اكمل حياتي مع واحده كانت بتخوني. ومع مين؟ مع صاحبي وحامل منه. انت مش ممكن تكون طبيعي، انت مجنون، اكيد انت مريض. ما هو طبيعي طبعا، لازم تصيطيني وتقول عليا مجنون، لانك مش ممكن هتعترفي بخيانتك وهو سخدك. بس انا بقى عارف كل حاجه، عارف ان انتوا كنتوا بتتقابلوا في العياده من ورايا، ده غير المره اللي قفشتك فيها. تنكري ان رقم تليفونه لسه على موبايلك؟ ايوه عشان صاحبك. صاحبي ولا صاحبك يا واطيه؟ اخرس بقى، اخرس. لان خلاص انت ما بقيتيش تلزميني اصلا. ورقه طلاقك هتوصلك اول ما هتخرجي من هنا، لان مش هينفع اكمل حياتي معاكي. عارفه ليه؟ لان راجل متربي ونضيف، مش واخد على الوساخه. لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا يا قمر، عارفين هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، اغسل ايديا واغير هدومي والبس البيجامه والشبشب يابا. شاطره يا حبيب قلب بابا. يلا بسرعه عشان نتعشى، يلا. منال، يا منال، منال، في ايه يا حبيبي الهوليله اللي انت عاملها دي؟ ايه اللي انت عاملاه في منظرك ده؟ مفيش، كنت زهقانه فقلت اعمل حمام كريم. حمام كريم؟ هو ده بس اللي انت فاضيه له ومركزه فيه؟ مالك يا هشام، انت عايز تضرب خناقه وخلاص؟ لا مش عاوزه اتنيل اضرب خناقه. امال في ايه؟ بنتك يا هانم. مالها هايدي؟ المدرسه بتاعتها كلمتني واشتكت لي ان البنت انطوائيه وخجوله وما بتتكلمش مع حد ولا بتلعب مع العيال في المدرسه. تاني انا مش فاهمه الست دي عايزه ايه، دايما كده عامله من الحبه قبه. يعني قالت لك قبل كده؟ قالت لي بس ما ركزتش، يعني عشان انا عارفه ان بنتنا بتتكسف حبتين. في فرق كبير قوي ما بين الكسوف والانطوائيه يا هانم. يعني عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ لازم نعرف السبب، والا البنت هتطلع مش طبيعيه ويبقى عندها خلل في التعامل مع الناس. عادي يعني، ما كلنا كنا بنتكسف واحنا صغيرين. بقول لك المدرسه هي اللي قالت لي، يعني مش عادي، ده شيء ملحوظ جدا لدرجه انها لاحظت وكلمتني قالت لي. والله كله بسببك بقى. بسبب انا؟ ليه؟ علشان حضرتك استخسرت تدخلها حضانه كويسه ودخلتها حضانه على قد الايد. على فكره بقى الحضانه اللي هي فيها كويسه، انت اللي مش كويسه. انا مش كويسه يا هشام؟ ايوه، وسطحيه وتافهه وجهله كمان. انا سطحيه وتافهه؟ دي حاجه مش هتفرق. ايه يا حبيبتي؟ ايه روحي، مالك يا قلبي؟ مالك؟ انا خايفه، طول على طول كده بتتخانقوا. معلش يا حبيبتي، معلش، احنا ما كناش بنتخانق ولا حاجه يا قلبي. احنا انت عارفه بس مامي وبابي صوتهم عالي قوي. معلش يا حبيبتي، حقك عليا يا بنتي، حقك عليا يا حبيبتي. والنبي ما تعيطي، والنبي يا حبيبتي ما تعيطي. انا ما اقدرش على اللولي ده. منك لله يا منال. بس يا حبيبتي، بس يا قلبي، بس يا قلبي. وحشيني قوي يا ادم، وحشيني قوي يا ابن عمري. عامل ايه يا ضنايا؟ الحمد لله تمام، وانت كمان وحشاني، وحشتوني كلكم. خلاص يا ست صبرا، اطمنت على ابنك حبيبك وبخير اهو. يا رب زيح من علينا الغمه دي بقى، وما نتحرمش من حضنك ابدا يا اخويا. ده احنا هنموت عليك يا ادم، اشمعنى انت اللي يحصل معاك كده يا اخويا؟ عشان اخوك راجل يا بط. وحشتيني قوي قوي يا ادم، مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله يا حبيبي ان انا اطمنت عليك قبل ما اموت. موت ياما، بس ما تشر عليك، ما تقوليش كده. الشر عنك يا ضنايا. شفتوا بقى، لولا شغلي مع لولوس ما كناش شفنا ادم. لولوس ايه؟ وده وقته الرقاصه دي. الرقاصه دي بعدين يوم الفرح. انا جايبكم النهارده يا جماعه علشان اعرفكم على ناس افاضل كمل.
ناس بحبهم قد عيون الاتنين. الحاج عوضين، ابنه عوض، الحاجة أم البرين. اهلا بك يا حاجة، خطوة عزيزة. يعز مقدارك يا اخويا، اهلا وسهلا. أعرفكم بقى بالأمرايا صبحة. ما شاء الله، ذوقك حلو قوي يا عامر. ده بس من ذوقك انت يا ست الكل. يا اختي ما شاء الله عليكي. وانت يا دكتور طمنا عليك، عامل ايه هنا؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. هنا احسن حاجه في الناس ان هم بيعاملوا الواحد باللي بيشوفوه منه مش باللي بيسمعوه عنه. المهم انت عامل ايه؟ وحشنا قوي يا يحيى، وحشنا قوي يالا. واخد بالك من امك واخواتك ولا لا؟ عيب عليك، ده انا اخو ادم عبد الحي. انا خايفه قوي يا ادم، خايفه يكون حد مراقبنا واحنا جايين على هنا. هتقلقيه ليه بس ياما؟ ما احنا واخدين حذرنا ولافين مصر كلها على ما نيجي هنا. يقدر حد يهوب ناحية المزرعة هنا؟ أنا عندي رجالة هنا تاكل الزلط. طبعا يا باشمهندس، ده احنا نفديك برجابينا انت والاستاذ ادم. سمعتوا رجابينا دي؟ ادم انت هتفضل قاعد كده ولا ايه؟ ما تخش تقول الموضوع بتاعي. طب يا حاج، احنا عارفين ان انتوا عيله محترمه وبنت حلال، ويشرفنا يعني ان خالي عامر يطلب ايد بنتكم. باشمهندس عامر راجل جدع، وانا يشرفنا نديله بنتي. يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. توكلنا على الله. توكلنا. اقرا صبر، اقرا صبر اختي. عارف يا كيمو، لو ربنا كرمنا في الموضوع ده هيفرق مع ادم كتير قوي. يا ابني ان شاء الله هتبقى اتحلت اساسا يا رب. طاهر كريم. عاليه، كويس ان احنا لقيناكي. بندور عليك. ايه في ايه؟ شكلنا كده قربنا من دليل براءة ادم. انا اعتقد ان احنا لقينا الدليل نفسه. فهموني ايه الحكايه؟ عايزه تشوفي الدليل؟ ايوه طبعا. طب يلا بينا على مكتبي. يلا بسرعه. ست ام ادم، ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازيك انت يا فرج؟ ما تمرنيش باي حاجه. ربنا يخليك، كتر خيرك. الحمد لله على سلامتك يا هنا، وبركه انك خرجتي بالسلامه. الله يسلمك يا بطه. طمنيني على ادم، مفيش اخبار عنه؟ اطمني، ادم بخير والحمد لله. طب انتي تعرفي مكانه؟ ها؟ بصراحه هو فين؟ مش هينفع اقول لك. ايه يا بطه، انتي مخوناني ولا ايه؟ ولا خايفه اروح ابلغ عنه واخد المكافاه؟ طبعا لا، انا عارفه انك اكتر واحده بتخافي عليه وبتتمني له الخير، حتى يمكن اكتر مننا. بس انا حالفه على المصحف وما ينفعش اقول لاي حد مهما كان. حتى انا يا بطه. معلش يا هنا، ده أأمن لك وأأمن له. ماشي يا بطه، بس خليكي فاكره. هنا خلاص بقى، انا هقول لك بس وحياه ابوكي ما تجيبي سيره لاي جنس مخلوق. والله العظيم ما هقول لحد خالص، وينقطع لساني لو جبت سيره لحد. ادم في المزرعه اللي بيشتغل فيها خالي عامر. طب يلا نروح له. نروح له؟ ما ينفعش طبعا، عشان انا اكيد متراقبه. طب انتي قولي لي مكان المزرعه وانا هروح له. هنا ما تندمنيش ان انا قلت لك مكانه، وكفايه ان انا طمنتك عليه زي ما انت كنتي عايزه. كتر خيرك يا بطه، بس انا مش هيهدالي بال غير لما اشوفه بعينيا واطمن عليه بنفسي. انت متاكده يا عاليه ان انت عايزه تشوفي الدليل؟ في يا كريم مالك؟ ما تنجز. اصل بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وانت وطاهر نقعد نتفرج على حاجه شبه كده. لا وكمان فين؟ في الجورنال. بقول لكم انتوا الاثنين هتوروني اللي جايين توروهولي ولا اسيبكم واقوم امشي؟ خلاص بس انت المسؤوله. خلص يا كريم وريني. فرجها. يا نهار اسود، قله الادب اللي انتوا بتوروها لي دي. انتوا الاثنين اصلا مش محترمين، وانا غلطانه ان قاعده مع اتنين مراهقين زيكم. ايه يا هبله عضي؟ ده الامريكي اللي قتلوا ادم. ايه ده هو بجد ولا انتوا بتهزروا؟ بعينه وشحم ولحم. ومين اللي معاه دي؟ واضح انه مريض وكان بيجيب ستات يصورهم من غير ما يعرفوا، واكيد دي واحده منهم. معنى كده ان في فيديوهات تاني لناس تانية؟ اكيد. انا قلت كده برضه. طيب وانتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ انا جبته من على النت، في حد عمل له ابلود. طب وما عرفتوش مين الحد ده؟ ده اكيد الحرامي اللي سرق الهارد او حد تبعه. صدقني تفكيرك شبه تفكيرنا، انا وطاهر فكرنا كده برضه. طب بصوا بقى، ركزوا معايا. احنا لازم دلوقتي باي طريقه نوصل للي نازل الفيديو ده على النت، لان ده اول الخيط لبراءه ادم. حصل، وطاهر بينفذ وفي خلال ساعات هنجيبه. برافو عليكم، انتوا كده بتفكروا صح. طاهر هتعرف تجيب الاي بي ادرس؟ ان شاء الله هجيب امه، دي براءه ادم عبد الحي. ما تلاقيش الواد طاهر ده جامد قوي، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بينا، فاهمه؟ لغايه لما نلاقي الراجل. ما تقلقش، دي مساله حياه او موت، واظن يعني ان حياه بريء زي ادم تهمنا كلنا. معقوله يا هنا قلتي لابوكي كده وشنعتي على نفسك وعلى ادم عشان توقفي جوازك من الديسي؟
اعمل ايه بس يا خالتي؟ ما كانش في قدامي غير كده عشان احافظ على حبي لادم. للدرجه دي بتحبيه يا هنا؟ ما كنتش اعرف اني بحبه كده لانه بيجري في دمي. انا وادم اتربينا سوا، كنا بنلعب سوا ونتخانق سوا. انا وادم واحد، ما ينفعش نقسم نصين. يا بخت ادم بحبك ليه. طب وانت جايه لنا كده ومش خايفه من ابوكي؟ ابويا راح يجيب حاجات للمحل وانا انتهزت الفرصه بقى عشان اجي اقعد معاكم شويه، اصلكم وحشتوني قوي. والله وانت كمان وحشتينا قوي، وانت لما كنت في المستشفى كنت بدعيلك. انا مش عايزه اقول لك غلاوتك عندي قد ايه، زي بطه وساميه بالظبط. لا يكون ابوكي رجع وعرف انك عندنا وجاي يتخانق معانا. تعالي اخبيكي في اوضه ادم. تعالي. خير يا رب، خير اللهم اجعله خير. قومي يا ساميه يا بنت شوفي مين بيخبط. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل الحاجه صبرا والده ادم؟ مين حضرتك؟ انا اسمي نانسي جورج وجايه اقابلها في موضوع بخصوص ادم. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. مساء الخير. حضرتك الحاجه صبرا والده ادم؟ ايوه يا بنتي اتفضلي. خير؟ أنا البنت اللي ابنك حماها ودافع عنها تورط في المشاكل دي كلها بسببها. أنا من زمان وأنا عايزة أجيلك بس الظروف ما كانتش مساعداني. أنت جاية هنا عايزة إيه؟ مش كفاية بسببك خربت حياتنا؟ اهدي يا هنا، دي مهما كان ضيف عندنا يا بنتي. أنت هنا؟ أنا من زمان وأنا عايزة أشوفك برضو. وأنا كمان من زمان عايزة أشوفك عشان أحاسبك على اللي عملتيه فينا. أنا ما عملتلكيش حاجة، أنا اتحطيت في الظروف دي غصب عني. أنا كمان ضحية زيك صدقيني. بس أنا مش هسيب آدم، أنا هفضل معاه مش هتخلى عنه، هشهد بالحقيقة وهفضل معاه لغاية آخر لحظة في عمري. يا ريته ما كان شايفك ولا عرفك ولا اللي حصل حصل. أهو ضاع مستقبله وضيعنا معاه. أنا مقدرة مشاعرك بس عشان خاطري، عشان خاطر آدم حاولي يبقى عندك أمل وفكري معايا نساعده إزاي. واحنا يا بنتي بس في ايدينا ايه نعمله؟ احنا ناس غلابه وعلى قدنا. ما تقوليش كده يا حاجه، لو عوزتوا اي حاجه انا عينيا ليكوا. انا اسفه، حقك عليا يا حاجه، حقك عليا يا هنا. انا اسفه، حقكوا عليا كلكم يا جماعه. وجاي لحد هنا برجليك؟ ايه مستعجل قوي على موتك؟ موتي؟ في ايه يا سيف وانا عملت لك ايه؟ لا يا شيخ، ملاك يا ولا ملاك. برافو، انت شيطان. وشرف امي يا امير، وشرف امي لا خليكوا عبره لكل الناس. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش بس اتجننت، انت كمان ما بقاش عندك ذره ثقه لا في نفسك ولا في مراتك ولا في جنس مخلوق. انت اتجننت فعلا. فعلا انا خلاص اتجننت، واي مجنون لازم يدخل مستشفى المجانين عشان لا مؤاخذه يخلى لكم الجو. يخلى لنا الجو؟ يا ابني عيب دي مراتك. لا يا بطل لف ودوران، مش على سيف الحديدي يا وسخ. انا عرفت كل اللي بينك وبين مراتي، والجديد عرفت ان هي حامل منك عشان انا ما بخلفش. اللي انت بتقوله ده كله كذب يا سيف، كذب. ولا حرف من اللي انت قلته ليه اساس من الصحه. انت اكتر بني ادم في الدنيا عارف ان مفيش بيني وبين سهام غير كل احترام. تقدر تقول ليه كانت بيجي لك العياده من ورايا ليه؟ عشان كانت تعبانه. كانت تعبانه يا سيف، كانت تعبانه. مراتك كانت بتشرب حشيش بسببك. ضغطك المتواصل عليها ليل نهار خلاها تدور على اي حاجه تخرج من خلالها الكبت اللي كان عندها، وجات لي عياده عشان اساعدها. وجات لي العياده لاني دكتور نفساني يا سيف، مش صاحب كباريه. وجات لي العياده انا بالذات مش اي دكتور تاني. عارف ليه؟ عشان مراتك ست محترمه ما حبتش تخرج اسرار البيت لاي دكتور تاني غريب. برافو. المفروض ان انا اصدق الكذبه اللي انت بتقولها دي، مش كده؟ وشرف امي لقتلك انت وهي. لا مش هقتلكوا، لان الموت هيبقى راحه ليكوا. هسيبكوا عايشين كده
العب بيكوا، هخليكوا تتمنوا الموت كل لحظة. لا كده على الاول الحمد لله. انت كويسه دلوقتي وممكن تخرجي النهارده لو حابه. الحمد لله يا دكتور، بس كنت عايزه اعرف عملتوا ايه في الجنين؟ محفوظ عندنا. طب من فضلك عايزه عينه منه. عينه ليه؟ عايزه اعمل تحليل دي ان ايه. بس التحليل ده لوحده هيكلفك 3000 جنيه. يكلفني زي ما يكلفني. التحليل ده متوقف عليه حياتي وشرفي وكرامتي. على فكرة أنا مش جايلك النهاردة بصفتي ظابط. وإلا ما كنتش جيتلك هنا، كنت جبتك عندي. امال حضرتك جاي بصفتك ايه؟ بصفتي إنسان حريص على تحقيق العدالة. ممكن اعرف حضرتك عايز ايه بالظبط؟ بصراحة كده أنا عندي يقين إن في علاقة ما بينك وما بين آدم عبد الحي، وإنك عارفة مكانه فين. انا؟ لا طبعا انا ما اعرفوش وما اعرفش عنه اي حاجة. تعرفيه بدليل إنك أنتي رحتي زرتي أهله وقعدتي عندهم أكتر من ساعة. ما تعرفيوش؟ بصي يا نانسي، أنا عاوزك تطمني. أنا مش ضده خالص، بالعكس. قسما بجلال الله وحياة بنتي أنا عاوز أساعده وحاسس ببراءته. اوكي، بس لو حضرتك بقى فعلا نواياك حسنة ما كنتش راقبتني. ما تنسيش إن أنا ضابط شرطة ومهمتي إن أعرف الحقيقة. وبعدين لو أنا نيتي سيئة ما كنتش كلمتك بالطريقة دي. دي كانت هتبقى طريقة تانية خالص ومش هنا. بصي، أنا بعد ما أخرج من هنا هتسألي نفسك وتقولي الراجل ده جه هنا ليه؟ وكان عايز إيه؟ وبما إنك متعلمة ومثقفة مش هتلاقي غير إجابة واحدة بس، إن أنا بجد عاوز أساعده وبجد مؤمن ببراءته. وكمان يا ريت تقنعيه إنه يسلم نفسه عشان نقدر نحقق معاه وننقذه، لأن من غير تحقيق مش هنقدر نعمل له أي حاجة. بصي، ده الكارت بتاعي. لو عرفتي أي حاجة عن آدم هيساعدني أوي لو كلمتيني. اوكي هكلمك. يعني تعرفيه؟ مبروك يا خال. انا فرحان قوي يا اخي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت فرحان. عقبال ليلتك يا ادم يا رب. ليلتي؟ والله يا خال كده شكلها مش باين لها ليله. انا حاسس ان انا عايش في ليل طويل مش باين له نهار. لا ما تخافش، النهار هيطلع وهتبقى زي الفل ان شاء الله. تعرف يا خال الزرع ده؟ الزرع ده كله احسن من البني ادمين. ليه؟ عشان ما بيظلمش. الناس كلها بتقول عليا قاتل ومجرم لدرجة اني بدأت اصدق محدش فيهم يعرف اي حاجة عن الحقيقة وكله بيتكلم. حلو قوي المكان ده. كان نفسي اعيش في مكان زي ده انا وهنا. ان شاء الله لو في حتة بيت من الطين. بس اهم حاجة نبعد عن المدينة. المدينة اللي ما بتعرفش الرحمة. ما تخافش يا ادم، ما تقلقش قوي كده، ان شاء الله هتبقى زي الفل
وربنا هيفك زنقتك وهتبقى فل قوي قوي قوي. يا رب. بقول لك ايه، تشرب شيح بابوني؟ شيح بابوني؟ طول النهار هيطلع؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا. اي خدمه؟ في الحقيقه في واحد كده اسمه مرعي جه هنا عندك كده وباع لك هارد كده بالغلط يعني. وبصراحه احنا كنا عايزين نرجع لك الفلوس اللي انت دفعتها فيه وعايزينه. ويا ترى بقى عايزينه فاضي ولا مليان؟ يعني ايه؟ يعني انتوا فاهميني كويس. ده انا بدور عليكم من زمان عشان اخد حق سكوتي على الجريمه اللي انتوا ارتكبتوها. انت شفت شفت؟ ده انا شفت وسمعت وطمعت لما شفت المسروقات والساعات واللازم منه. بس ارجوك بلاش فضايح والنبي. يبقى تسمعوا الكلام عشان تاخدوا الهارد وتعيشوا في سلام. طلباتك 100,000 جنيه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بس ده رقم كبير قوي. مش كبير ولا حاجه، ده انتوا سرقتوا وتسترتوا على قاتل، ودي فيها بالقليله 10 سنين لكل واحد فيكم. ده لو سبتت علينا التهم. لا، من الناحيه دي ما تقلقش، الفيديو اللي عندي هيخليها تثبت عليكم بغيرها. ها، فكروا كده وقلبوها في دماغكم يا غاليين وانا تحت امركم. ماشي. اهو دخل اونلاين. متاكد ان ده الداتا اللي عنده الافلام؟ ايوه طبعا متاكد، انا جبت الاي بي ادرس بتاعه والفيسبوك كمان. طب تمام قوي، هنعمل ايه؟ هنحاول نثبته لغايه ما نجيب منه بقيه الفيديوهات. طب يلا يا طاهر كلمه، مستني ايه؟ اكلمه منين؟ انا عندي فكره، انا هخش على الاكونت بتاع مونيكا ونجره ونوقعه على ملا وشه. مين مونيكا دي؟ هتعرفي دلوقتي حالا. كلمه. ها يا جيجا، اسمك لطيف قوي. لا بايظين. انا شفت الفيديوهات اللي انت كنت منزلها على سايت الابلود، خصوصا الفيديو بتاع البنت الشغاله والراجل السايح الامريكاني. عجبني. عندك منهم تاني؟ وبتتفرج عليهم لوحدك يا شقي؟ وبعدين ده عايز يسمع صوت مونيكا. طب كلمه، انت على طول بتعمل صوت مونيكا في التليفون، ايه المشكله؟ لا انا مش قادر اركز بصراحه. عاليه انت اعملي كده. خرجوني بره قله الادب بتاعتكم دي انتوا الاثنين. عاليه عشان خاطر ادم. اسفه يا طاهر، مش هعمل. يا جماعه بقى مش وقت الكلام ده، الموضوع قلب جد. ابعتوا الرقم. يتكلم. ابعتوا الرقم. انا هبعت له الرقم. معلش عشان خاطرنا. 010 رقم غريب اكيد هو. علي. الو. ايوه انا مونيكا. صوتك حلو قوي يا روح الروح. ميرسي خالص. قولي بقى، عندك كام فيلم من دول؟ عندي يجي 100 فيلم كده. 100؟ دول كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح الروح. طب ممكن تسلفهم لي؟ اسلفهم لك ليه؟ ما نتفرج عليهم سوا يا روح الروح. ده انت باين عليك شقي قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ طب ممكن اشوفهم الاول وبعد كده اقرر؟ اشمعنى يعني الافلام دي يا روح الروح؟ ايه يا روح الروح اللي انت عملته قولها لي دي. وبعدين يعني السايح ده في حاجه شدتني مش عارفه ايه هي. هو انت بتاعت سياح ولا ايه؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك. وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه. طب بصي، انا هحسب حسبتي وارد عليكي. طيب اوعى تتاخر عليا، هستناك. جيجا. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. معلش ما انت طلعتي بتمثلي اهو بقى، ما عامله لنا فيها قمطه ليه؟ انا شخصيا صدقتك. اصل انا اتعودت لما اعمل حاجه اعملها صح يا ما اعملهاش خالص. اموت انا في المبادئ. الله يخرب بيت امك، او الحوار ده كله بسبب غباوتك. خلاص بقى يالا، انت كل شويه تقطمني يالا ولا ايه؟ اخرس خالص، ولما يجي ما تفتحش بقك،
سيبني اخلص معاه، فاهم؟ وانا من امتى فتحت بقي يا زفت انت؟ يا اخي يا غباوتك. هو اتاخر كده ليه؟ اسكت احسن الراجل جاي. انضف صباح على اوسخ ناس. الهارد فين؟ فلوس فين؟ اشوف الهارد الاول. ماشي، هارد اهو. وش ضمني بقى انك ما عملتش نسخه تانية عشان تقيضنا عليها؟ والله كل شيء نصيب. لا ما احنا مش لعبه ولا شخشخه في ايدك، اروح امك. بقول لكم ايه يا غالي انت وهو، الهارد اهو، خلصوا وهاتوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الهارد بس عمرك معاه. يا ولاد الكلب. وبعدين يا شوقي؟ عاطف بسرعه هات العربيه، خلينا ننقل الجثه دي. خرب بيت امك، واحنا هنشيل الوزن ده كله ازاي؟ خش هات اللي قلت لك عليه. يا ابني ليه دوختني معاك؟ يا بنتي أنا خايف عليكي. بابا أنا قررت خلاص، أرجوك بس ساعدني في اللي عايزة أعمله. أيوة بس دي مغامرة. بابا أنا قررت خلاص، لو سمحت ما تقلقش عليا، أنا فاهمة أنا بعمل إيه. أيوة بس دي مخاطرة. اطمن يا بابا، أنا مرتبة كل حاجة، ادعي لي أنت بس. أطمن عليك إزاي بس وأنا حاسس إنك في خطر. طب أنا هكلمك كل شوية وهطمنك عليا، أوكي كده؟ يلا بقى يا بابا، أنا ما ينفعش أطول أكتر من كده، هتأخر عشان ألحق. باي. ربنا يحفظك من كل شر يا بنتي.
يا منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. ما هو ذوق خداميني قوي يا جيجا. على رايك والله يا منصور. اكيد اللي عايز الافلام دي منك ذوقها نفس الجو ده، ما هي امزجه شقيق. امزجه؟ دي مزاجه عاكر قوي، مش مستقنص خالص. يا عم جري، اعمل معروف جري. ايوه بس، ايوه يا عم هات لي البت البيضه الحلوه المقلوظه دي. عينيا. يا سلام، اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم جري لي المقدمه وخش في المفيد على المستقنص على طول. عينيا. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده منصور؟ دي خناقه دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده جريمه قتل يا جيجا. قتل؟ ايه؟ بتقول هتديني الفيلم ب 200 جنيه؟ يعني 200 في 100 ب 20000 جنيه؟ لا 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 لا، لازم تكرمني شويه مش كده. وبعدين يعني انا ممكن انزل الافلام دي من على النت، بس بقول اوفر وقت ومجهود. ايه ده؟ مش هلاقيهم غير عندك؟ طيب يا سيدي خلاص، انا جاهزه بالمبلغ. جهز نفسك انت وقولي هنتقابل امتى عشان نسلم ونستلم. اوكي ماشي يا روح الروح، باي. قال لك ايه يا علي؟ قال لي هيجهز اموره ويكلمني. وبعدين انت ازاي تضربني كده؟ معلش انا خايف قوي يا جماعه لا يفلت من ايدينا. يفلت ايه يا ابني؟ الناس اللي زي دي الفلوس هي اللي تجيبها. طب صحيح احنا هنجيب الفلوس دي منين؟ ما تقلقوش، انا بكره هروح اسحبهم من البنك. ايه ده؟ معقول يا كريم هتدفع المبلغ ده كله من جيبك؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده ادم، ده اخويا، وبعدين لازم اقف جنبه في زنقته، وبعدين ده احنا بينا عيش وملح يعني. راجل يا كيمو كان عنده حق يا ادم، اما كنت بقول عليك سيس كان بيقول لي لا الواد ده راجل وجدع. بس بقى عشان جسمي اشعر وهعيط. طمن على اهلك يا ادم، هما كويسين. انا بسال عليهم على طول ما بسيبهمش. استعبوني المره دي قوي عبال ما قالوا لي عنوانك. معلش اعذريهم برضه، وانا ابنهم هم قلقانين عليا وما صدقوا يطمنوا عليا في اي مكان. ما كلنا قلقانين عليك يا ادم، ده انا ما صدقت اطمن عليك. ده حتى الضابط بتاع امن الدوله اللي اسمه هشام جالي الاتelier وكان عايز يطمن عليك. اوعي تكوني قلت له حاجه. لا طبعا انا مجنونه، انا مش عرفني يكون بيمثل عليا عشان يستدرجني في الكلام ولا حاجه. بس هو في اخر القعده ساب لي نمره تليفون وقال لي لو عرفت عنك اي حاجه بقى كلمني. معاك الرقم؟ انا جبت لك الكارت اهو عشان تشوفه. خليه معايا. هتعمل بيه ايه؟ هقول لك بعدين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. ايه يا ادم؟ ايه يا حبيبي؟ انا قلبت عليك المزرعه مش لقيتكش ليه؟ انت كنت فين يا ابني؟ رد يا ادم. نانسي يا خير. نانسي بتاعت الحادثه. طب اقعدوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بالمناسبه ادم كلمني عنك كتير، بس كالعاده هو ما بيقولش كل حاجه عنده. ما قاليش على حاجه مهمه جدا. ايه؟ اولا ما قاليش انك زي القمر. نمره 2 ما قاليش انك راهبه. لا انا مش راهبه، انا لابسه اللبس ده بس عشان اعرف اجي هنا. خلاص يبقى انا موافق من حيث المبدأ. موافق على ايه؟ ان احنا نتخطب فتره صغيره كده نتعرف على بعض وبعد كده نعمل اكليل. اهلا وسهلا بيك يا بنتي، اهلا وسهلا، نورت الدنيا كلها. مش معقول اللي بيحصل ده، الموضوع زاد عن حد قوي، وانتوا واقفين مكانكم محلك سر. يا فندم الموضوع طلع اكبر مما كنا نتخيل. المساله مش مساله تنظيم بيضم عناصر اسلاميه متطرفه وبس، لا ده في مسيحيين كمان. صحيح في مسيحيين، لكن مشتبه تورطهم بصله مع ادم، لكن ده مش شرط خالص ان يكون في تنظيم سري ولا حاجه. بص سعادتك انا شايف ان دي جريمه قتل عاديه جدا وخدت اكبر من حجمها.
انا لما اقول في تنظيم يبقى في تنظيم، وراعي دايما يا هشام يا مدكور اني رتبه اعلى منك واعرف عنك بكتير قوي، يعني لسه بدري عليك كتير كتير قوي. مش بالآدمية يا باشا. وبعدين انا لو ما كنتش ظابط كفء ما كانوش عينوني في امن الدولة، كانوا حطوني لا مؤاخذة في المطافي. وبعدين كونك رتبة اكبر مني ده ادعى ان يكون في احترام متبادل ما بيننا، مش كل شوية اهانات 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 وانا اسكت واقول معلش رتبة اكبر منك. مش هينفع كده يا باشا. بقول لك ايه يا هشام يا مدكور؟ انا منك ليه؟ انتوا هتتخانقوا قدامي ولا ايه؟ اطلع بره استناكوا لغايه ما تخلصوا خناق. وبعدين يا سيف في ايه؟ انت هتوترني اكتر ما احنا متوترين ولا ايه؟ اهدى شويه. انا اسف عليك، متوتر جدا الفترة دي عندي مشاكل كتير. شوف يا سيف يا حبيبي، لو انت حاسس ان انت تعبان ممكن تستريح ونشوف اي زميل تاني يكمل مع هشام. لا كمل ايه يا فندم؟ القضية دي بتاعتي ومفيش حد هيقبض على ابن صبرا ده غيري، وانا في الليلة دي يا قاتل يا مقتول. يا كريم ازيك؟ يا نانسي ازيك؟ خير. انا اسف جدا طبعا ان انا جيت في وقت غير مناسب. لا يا ابني ده انت تنور البيت بيتك. واضح قوي ان احنا قربنا من دليل براءة ادم. بجد؟ ازاي يا ابني؟ هات الكمبيوتر بتاعك عشان لازم افرجك على الفيديو ده ضروري قوي. سمير مصالح مش بيرد عليها خالص، وعلى فكره دي مش عوايده معايا. ما تشغلش دماغك يا صاحبي، هتلاقيه ساحب له مزه ومقضيها بعيد عن الناس. طب وبعدين؟ والعمل؟ ما تقدرش نفسك، اديك عرفت الافلام دي عايزين يشتروها منك ليه؟ وكده ممكن يكون فخم البوليس. ايه؟ يا نهار اسود، بوليس؟ لا هو انا كده بقى قلقان وخايف بجد. مش هو ده ريتشارد الامريكي؟ هو واضح انها ضحيه من ضحاياه. انا كده اتاكدت ان الراجل ده ما كانش حاطط الكاميرات دي للمراقبه، كان حاططها عشان يستدرج البنات بتاعته. ايوه طبعا، وانا يوم ما طلب مني اعمل له اماكن الكاميرات في بيته قلت في حد بيعمل مراقبه جوه بيته. اديكي عرفتي. المهم دلوقتي ان الفيديو ده معمول له ابلود على النت. ايه يعني ايه يا ابني؟ يعني حضرتك اللي معاه الفيديو ده معاه الهارد اللي عليه الجريمه متصوره كامله. اكيد طبعا. دلوقتي انا بتكلم معاه على النت وحاولت استدرجه واتفقت معاه ان انا اشتري منه كل الفيديوهات دي بسعر مغري قوي. هو مين الراجل ده؟ هو الحقيقه انا ما اعرفوش، بس يعني اللي انا شايفه ان هو على النت اسمه جيجا. اكيد هو ده اللي سرق الحاجات بعد ما احنا خرجنا ومن ضمنهم الهارد ده. مش عارف، بس انت بجد لازم تساعدينا. اوكي بس اساعدكم ازاي؟ تيجي معايا النهارده، وجودك معانا هيبقى مهم جدا. ماشي، هي المقابله دي امتى؟ كمان ساعتين. خلاص اوكي اجي معاكم طبعا. لا يا بنتي، انا اقترح يعني انكم تروحوا للبوليس الاول، بلاش تخاطروا بحياتكم مع راجل مجرم زي ده، ممكن يكون مسلح. طمن حضرتك، انا اتفقت معاه خلاص ان هو هياخد فلوس والموضوع هيخلص ودي. عشان خاطري يا بابا ما تحرمنيش ان انا اساعدهم في اي حاجه ممكن تلحق ادم، عشان خاطري. حاضر حاضر يا بنتي، بس تخلي تليفونك مفتوح على طول عشان اعرف اطمن عليكي كل شويه. اوكي. طمن يا انكل، معاها رجاله. تليفونه مقفول، هنعمل ايه؟ يمكن خلاص على وصول. على وصول ايه يا جماعه؟ ده ميعاده بقاله ساعه كده، متاخر علينا. انا خايف يكون شك فينا وبيتهرب مننا. فكروا بسرعه عشان لازم نشوف حل، احنا واقفين في الشارع. طب نستنى شويه يمكن يجي. ولو ما جاش؟ فلا الله ولا فلك بقى يا اخي، اكيد ان شاء الله هيجي. اللي انتوا شايفينه انا هعمله، عايزين تعملوا ايه؟ مش عارف. نستنى شويه كمان. لازم تستنى، ما عندناش حل تاني. خلاص نستنى. الو. ايوه يا هنا، ازيك؟ انا نانسي. عامله ايه؟ بقول لك ايه، انا خلاص رتبت لك الميعاد اللي كنت وعداكي بيه. ركزي معايا.
قابليني الساعة 1 بالظبط في الحمام بتاع محطة مصر. 1 بالظبط يا هنا، وخلي بالك لحد يراقبك ولا يمشي وراكي. ما تتأخريش، اوكي؟ ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. لا، انا حاسس ان الراجل ده حس من ناحيتنا بقلق، وده اكد لي ان هو اللي سرق، وفي نفس الوقت قرر ان هو يختفي عشان ما نعرفش نوصل له. لا بس انا عندي راي تاني يا معلم، الراجل ده مش هو اللي سرق، لان لو الراجل ده هو اللي سرق كان هيداري الفيديوهات دي عشان يداري على جريمته وفضيحته. انا مع طاهر في الراي ده، هو ما يعرفش اي حاجه عن الجريمه، لانه لو كان يعرف ببساطه ما كانش هيتجرأ وينزل اي حاجه منها على النت. عموما احنا هنفضل وراه لحد ما نجيبه. يلا يا طاهر علشان ما نتاخرش على الوقفه والنبي. وقفه؟ وقفه ايه؟ وقفه احتجاجيه عاملينها جمعيه كلنا ايد واحده عشان غلو الاسعار وتحديدا اللحمه. هو انت كمان انضميت لجمعيه كلكم ايد واحده؟ واشمعنى بتقول اللحمه كده بحرقه؟ عشان ما باكلهاش يا كيمو. يعني انت لازم تاكل لحمه؟ كل فراخ، كل سمك، اشمعنى اللحمه يعني؟ لا، ما الموضوع اكبر من كده يا كيمو. حكومه بلدك نجحت ان تخلي كل الشعب نباتي. سلامتك يا امين. الو سلام عليك يا اخويا. مالك يابا بس كفالنا الشر. الدكاتره بيقولوا لازم عمليه في القلب، لو ما اتعملتش بسرعه في خطر على حياته. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هذا الشر عليك يا اخويا، ربنا يبعد عنا كل شر يا رب. ما هو في شر اكتر من اللي انا فيه. ربنا يزيح عنك وعننا يا عم امين. تعرفوا، حاسس ان دي اخر مره هشوفكم فيه. لا يا اخويا ما تقولش كده، بعد الشر عليك. ما تقولش كده يابا والنبي. حقك عليا يا يحيى، انت اللي وجع لي قلبي. حقك عليا يا يحيى. اخس عليك، ما تقولش كده يا امين عشان خاطري. هو الصغير يا صبرا، وانا مش هلحق اعيش له. مع الاسف ما ورثتوش غير عار هيعره بقية عمره. حقك عليا يا يحيى، انا فشلت ان انا اكون لك الاب اللي بتتمناه. يابا انت ابويا وانا بحبك زي ما انت ومهما عملت. انا ما عملتش اللي كان المفروض انه يتعمل، ما قلتش للغلط لا، رضيت بالظلم وتطيط ومشيت جنب العيد عشان اعرف اربيكم. ظلام، اما الظلام وركبت الموجة عشان اخليكم تعيشوا مبسوطين حبتين. ومش بس كده، ده انا رحت لربنا لحد بيته قلت تمنيت انه ينجيني ويسترني. في بجاحة اكتر من كده، في بجاحة اكتر من كده، بس انا كنت عارف انه غفور رحيم وهيسامح. طبعا يا اخويا ربنا غفور رحيم وبيسامح، بس ما تتكلمش اكتر من كده، ما تتعبش نفسك. سيبيني يا صبرا اتكلم. انا عشت كاتب في قلبي وجع لحد قلبي ما وجعني، والكيل طفح. صبرا امان عليكي، وصي العيال، وصيهم يقولوا للغلط لا، وما يعملوش زي انا ما عملت. فهميهم انهم ما يرضوش بالظلم ويقولوا للغلط
لا فاهميهم وخلي بالك منهم. ربنا معاكي، ربنا معاكي. امين. ادم، ايه اللي انت عملتيه ده يا نانسي؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش عايز تشوفني يا ادم؟ هو ده اللي بينا؟ بدل ما تديني فرصه اقف جنبك في محنتك. ليه؟ ده انا عمري ما تمنيت حد قدك. ازاي ما بقاش جنبك؟ انت مجنونه يا بنتي. انت عارفه انا بحبك قد ايه، بس انا بجد ما بقتش عارف الصح من الغلط. انا عمري ما هسيبك يا ادم، حتى لو انت سبتني. الموضوع مش فتح صدر يا هنا. انت عمرك تعرفي عني ان انا مش جدع؟ انت اجدع واحد في الدنيا. طب عمرك سمعتي عن واحد جدع اناني؟ مين قال انك اناني؟ ما هو انا لو علقتك بيا ابقى اناني. انا عندي مشكله كبيره هنا، انا مش يومين ثلاثه وخلص مشكلتي. انا ما يهمنيش حاجه، اللي يهمني انت وبس. انا عمري ما هكون لحد غيرك. انا فتحت عينيا لقيتك، شفت الدنيا بعينيك. ازاي بعد كل ده تقولي خلاص اسيبك؟ ازاي؟ انا تعبانه قوي. انا تعبانه اكتر منك، تعبانه اكتر منك والله العظيم، بس ده قدري وقدرك انك تحبي واحد ميت. امشي يا هنا، روحي روحي يلا. امشي 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 يا هنا. غصب عني، غصب عني والله. امشي عشان خاطري، عشان خاطري امشي. هنا ليه عملت كده يا ادم؟ عشان بحبها. الله يرحمك يا عم امين، الله يرحمك يا عم امين، الله يرحمك. ادم، الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعيط يا خالد؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص. في ايه مالك؟ المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص يا حبيبي، لو في حد اداك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك، هتديها له ولا لا؟ اكيد هديها له طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الامانه دي،
وربنا عايز امانته ياخدها ولا لا؟ في يا خالد. بقاء الله. ابوك تعيش انت. يا حبيبي شد حيلك، شد حيلك، بركة فيك يا حبيبي. اجمد كده بقى، اجمد. شوفي، انا سمعت عن اللي قتل امه وسمعت عن اللي اغتصب اخته، لكن بصراحه انا اول مره اسمع عن واحده تفضح ابوها وتسجنه. والله يا فندم اللي اتربيت عليه ان اللي غلط لازم يتعاقب. يا ريت كان في زيك كتير. يا فندم على فكره انا ممكن اسجنك. ممكن اسجنك بسبب الوقفه الاحتجاجيه اللي انت عملتيها انت وزمايلك عشان غلاء الاسعار، وعشان كمان كان في خسائر كتير. بس انا مش هسجنك. عارفه ليه؟ لا مش عارفه. عشان انت بنت جدعه، جدعه وبتقولي الحق. خليتيني حيران، ما بقتش عارف احييكي ولا اسجنك. افهم من كده ان حضرتك معانا في مناهضه غلاء اللحمه؟ مناهضه ايه؟ المقاطعه هي الحل. مقاطعه على طول. بس ده بيني وبينك عشان مش عاوز مشاكل. ايوه يا عامر. ايه؟ لا طبعا حاول تمنعه باي طريقه لغايه ما اتصرف واجيلك. خير يا نانسي؟ ادم بابا توفى ومصمم ينزل ياخد العزل. راحه فين؟ هروح الحقه قبل ما يتجنن ويعملها. مسكين الولد ده، ربنا يصبره. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده وايه اخرتها. دي يا شباب هبقى معاك. ايه الاخبار؟ ابو ادم سعادتك مات النهارده في السجن. الف مبروك. ده ايه الاخبار اللي زي الفل دي؟ اهو ده خبر جميل. بقول لسعادتك الراجل مات. ما يموت ولا اروح في 60 داهيه. هو جوز خالتي. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه، خلينا في المهم. اكيد ادم دلوقتي طبعا يعني مفطور على ابوه وهيروح ياخد العزل، صح ولا صح؟ لا ما اظنش سعادتك. مش ممكن ادم يخاطر بحياته وبنفسه كده وهو عارف ان احنا اكيد مراقبين المكان. بالعكس، الموقف اللي فيه ادم عبد الحي دلوقتي موقف مش عادي. الخط نازل فوق دماغ امه من كل حته. الواد مطلوب في قضيه قتل وابوه مات، يعني لا يمكن وهو في الحاله دي ياخد القرار المظبوط. يعني كده كده هيروح وهيعمل عزا عشان ياخد عزا ابوه. يبص يلاقينا مستنيينه وفي استقباله. وبعدين بيني وبينك بقى تركيبه الواد ده تعمل ده. جاي سعادتك. عموما احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. هشام، الطلعه دي مسؤوليتك. انا عايز المنطقه دي تتقفل صح. لو نمله دخلت ما تخرجش. صدق الله العظيم. شدي حيلك يا صبرة، ربنا يا اختي يجعل اخر الاحزان. ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي يا رب. فينك يا ادم يا ابني دلوقتي؟ يا عيني عليك يا ابني، حتى عز ابوك اتحرمت تاخده بنفسك. يا رب صبرني يا رب. ايه ده يا عليا؟ ده يا فندم اول الخيط لبراءه ادم. ادم مين؟ ادم عبد الحي الارهابي يا فندم اللي تهمينه في قتل الامريكاني. وايه دخله بالراجل ده والست اللي معاه؟ ما ده يا فندم الراجل الامريكاني اللي اتقتل. ايوه الراجل الامريكاني افتكرته. البيه كان عامل كاميرات تجسس في شقته بتصور كل اللي بيحصل. يا نهار ابيض، صحيح امريكاني صحيح. واللي حصل بقى ان الهارد ده اختفى من مسرح الجريمه. هارد ايه؟ الهارد يا فندم اللي متسجل عليه جريمه القتل وكل الفيديوهات. الله، والفيديو ده جبتيه منين؟ من على النت. على النت؟ طب وبقيه الفيديوهات فين؟ ما هو ده بقى اللي انا جايه لحضرتك عشان اكيد اللي نزل الفيديو ده على النت هو اللي عنده الهارد اللي اتسرق اللي عليه جريمه القتل وبقيه الفيديوهات. بس على فكره ده كلام خطير قوي يا عليا. ايوه يا فندم، انا علشان كده بقول لحضرتك ان هو موضوع هيكسر الدنيا. بس يا خساره لو ما كانش في حظر نشر. والله يا فندم انا شايفه ان دي خبطه صحفيه ما تتعوضش، وبعدين يعني هتزود عدد المبيعات زياده، حضرتك مش متخيل قد ايه. يعني ايه؟
يعني دي المقالة، ودلوقتي عندنا دليل مادي جديد على النت، يعني لو نشرنا مش هنبقى بنشوشر على الرأي العام على الفاضي. انت عايزاهم يقفلوا لنا الجريده ويسحبوا الترخيص يا عاليه؟ يا فندم احنا ما بنخلش بشرف مهنتنا عشان يقفلوا لنا الجريدة، وحتى لو ده حصل لما نفتح تاني هنكتسب مصداقية وشعبية كبيرة جدا عند القراء، لأننا جريدة معارضة شعبية ليها مصداقيتها، مش جريدة من القومية بتوعهم. يا عاليه فلا الله ولا فالك يا شيخه. يا فندم ده احتمال وضعيف، لأن بعد كده هيخافوا يقربوا لنا أو يفكروا حتى يأذونا. يا عاليه انت ما تعرفيهمش، دول جبابره، انا ياما شفت منهم. يا فندم ما انا علشان كده جايه لحضرتك، عشان عارفه ان انت مكافح وثوري وليك خبره في النضال السياسي، وعمرك ما هترضى بالظلم. بس يا عاليه يعني ما بسش، احنا كده هنبقى بنساعد البوليس وبنلفت نظره للفيديو اللي هو اول الخيط للوصول للسارق. طيب وهم ما يعرفوش حاجه عن الفيديو ده؟ بصراحه انا مش متاكده، بس اكيد بعد ما ننشر هنلفت نظرهم وهيبداوا يدوروا في الطريق الصح. تفتكري يا عاليه؟ اكيد يا فندم، احنا كده بنساعد العداله. الباقيه في حياتك يا صبرا. حياتك الباقيه يا اخوي. امين راح يا عامر خلاص. كلنا رايحين يا صبرا. ونعم بالله. ادم فين يا عامر؟ ادم بخير، هو عندي دلوقتي في المزرعه، كسر الدنيا عشان يجي ياخد عزبوه، وانا ونانسي منعناه بالعافيه. يا عيني عليك يا ابني، حتى عزبوك ما عرفتش تاخده. معلش ما تخافيش، بس ادم بخير. كبد عليك يا ابني، زمانه تعبان دلوقتي. عشان خاطري يا عامر روح له، ما تسيبوش، لازم تكون معاه في الظروف اللي هو فيها دي. اسلم له يكون لوحده دلوقتي، بدل ما انزل من عندكم والحكومه تقطرني ويعرفوا طريقه ويبقى فيه مشكله. وبعدين كمان مش معقول ان انا اسيبكم من اول يوم كده. وما تنسيش يا صبرا ان في ناس كتير هتيجي تعزي. واضح انكم مش شايفين شغلكم كويس، بدليل ان حته بنت صحفيه صغيره قدرت توصل للفيديو بتاع الراجل الامريكاني، وانتوا محدش فيكم هنا. ايه الفيديو بتاع الراجل الامريكاني ده؟ انا مش فاهم حاجه يا سعادتك. لحظه بس يا هشام بيه، اسمها ايه الصحفيه دي معاليك؟ اتفضلوا اقرا يا بهوات يا بتوع امن الدوله. يا بنت اللذينه. يا باشا اقرا يا باشا. انت جابت المعلومات دي كلها منين؟ من النت يا بيه. البت دي تجيبوها وتفضلوا وراها لحد ما تعرفوا جابت الفيديو منين، مفهوم؟ امرك سعادتك. وقسما عظما لو ما شفتوا شغلكم كويس وجبتوا لي قرار القضيه دي وفي اسرع وقت لاكون مستغني عنكم. اتفضلوا يا بهوات. تمام سعادتك. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ في ايه يا ابني بس؟ خبر فيديو الامريكي نزل يا اخويا في الجرايد بتاعتكم النهارده. انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني تفتكر علي عملت كده من ورانا؟ بس لو عليا حتى عملت كده اكيد قصدها تظهر براءه ادم. ايوه بس ده هيخلي السارق يخاف، ولو خاف ممكن يبيع الهارد، ولو باع الهارد مش عارف نجيبه. تصدق عندك حق. انا مش قادر اتخيل عليا ممكن تعمل كده ازاي. طب احنا ليه هنقعد نتكلم كتير؟ ما تيجي نروح نواجهها ونعرف منها ايه الحقيقه. يلا بينا دلوقتي. يلا بينا. يا جماعه انتوا فاهميني غلط. احنا فعلا كنا فاهمينك غلط، ودلوقتي بس فهمناكي صح. ليه يا علي؟ تفضلي شهرتك ومجدك الصحفي على انقاذ حياه بريء. ايه التخاريف اللي انتوا بتقولوها دي؟ انا عايزه اساعد ادم زيكم بالظبط ويمكن اكتر، وان كنت نشرت المقال ده نشرته عشان كل الناس تعرف حكايته. ايوه بس انت كده كشفتي سر الفيديو في المقاله بتاعتك، وده هيخلي السارق يخاف ويكش مننا وما يعرفش يكلمنا تاني. بالعكس، ده ممكن يتشجع ان هو يروح يسلم الفيديو عشان ياخد جايزه السفاره الامريكيه. جايزه مين يا هبله؟ ده كده هيقبضوا عليه. يقبضوا عليه ليه؟ عشان هو اللي سرق. بالعكس، انا حاسه ان اللي سرق الهارد مش هو اللي نزل الفيديو على النت، لان لو كان هو كان هيخاف ينزل دقيقه واحده من الفيديو ده عشان ما يتقبضش عليه. امال مين بقى ده ان شاء الله؟ واحد فرحان بالافلام وما يعرفش اي حاجه عن الفيديو اللي فيه جريمه القتل. يا جماعه دي الحقيقه، وده احساسي الصحفي وما تستهونوش بيه. اللي في الجرنان ده يا علي بقى انت اللي بتكشفي سرنا؟ المقاله دي خطر جدا على ادم، ممكن قوي دلوقتي ننزل الفيديوهات دي يبقى اتخلص منها باي طريقه من كتر خوفه، ويبقى كده دليل براءه ادم الوحيد ضاع بسببك. نانسي ممكن تهدي وتيجي تقعدي وانا افهمك على كل حاجه لو سمحتي. تفهميني ايه بس؟ يعني احنا بنقول خطوه لقدام ترجعينا 100 لورا. وليه يا نانسي ما تقوليش ان المقال اللي انا نشرته ده هيطلعنا خطوات لقدام؟ ازاي يعني؟ واضح يا عليا ان المقال ده هيقدمكم خطوات لقدام وهيجيب رجلكم، بس مش هنا.
وبالمره بقى ما دام المجموعه كلها هنا، تحبوا تيجوا معانا باحترام ولا ايه اللي قيمتكم واعمل شوشره؟ لا 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 لا، خير يا جيجا؟ مش خير ابدا يا منصور، ده في خبر منشور في الجرنان عن فيلم ثقافي من الافلام الاجنبي اللي عندنا، وباين عليه الفيلم ده عليه عوق جامد قوي. انا قلت لك الموضوع ده فيه ان ما سمعتش كلامي. طب والعمل يا منصور؟ العمل اتخلص من الارض ده بدل ما يجيب لك مشاكل. صدق انت عندك حق، ما دي ورطه وانا لازم اطلع منها. بص انا همسح الفيديوهات دي من على الكمبيوتر خالص، هفرمطه، بس الهارد بقى مش هقول انا امسحه. يا عم امسحه بدل ما يجيب لك وجع الدماغ. يا عم ما تقلقش يا عم، انت حر. انا هخبيه في حته امان، محدش يعرف له طريق بره، ويمكن يطلع له عوزه في وقت من الاوقات. مش كده ولا ايه يا مستر كارلوس؟ خيالك يا شقيق. يا علي، مش هتقولي لي بقى جبت الفيديو منين؟ حضرتك الفيديو موجود على النت، احنا كل اللي عملناه ان احنا نزلناه ونشرناه، واللي حضراتكم لازم تعملوه دلوقتي ان انتوا تشوفوا مين اللي عمل له ابلود على النت، لان هو ده اللي معاه كل الفيديوهات، ومن ضمنها الفيديو اللي عليه براءة ادم عبد الحي. وليه ما رجعتولناش قبل ما تعملوا عملتكم دي؟ لان احنا كان كل همنا نظهر براءة صاحبنا. وانت يا شاعر فنان ما تعرفش ان في حظر نشر على القضيه دي؟ حظر ايه بس يا باشا؟ الفيديو معمول له ابلود على النت وكل الناس ممكن تشوفه. اسمه ايه الواد اللي عمل له ابلود ده؟ والله يا فندم انا الحقيقه ما اعرفش اسمه الحقيقي، انا كل اللي اعرفه ان النيك نيم بتاعه اسمه جيجا، واعتقد ان حضرتك تعرف تجيبه الاي بي ادرس بتاعه يعني. اي بي ادرس؟ ده ابن ناس. ربنا يخليك يا فندم. تعرفنا شغلنا يا روح امك ولا ايه؟ ما تثبت يالا. لا يا فندم والله انا بس غرض اخدم. نادر، خد الواد ده لخبير الكمبيوتر، خليه يستفسر منه عن النيك نيم ده ويشوفه نزل في انهي موقع عشان نعرف نتعقبه. اتفضل. شكرا. يلا حبيبي. اول مره انكرتي وقلت انك ما تعرفيش اي حاجه وسبناكي. تاني مره قفشنا ادم عبد الحي جنب المزرعه بتاعتك وسبناكي. تالت مرة بعت قريبك اللي اسمه أمير لأم آدم وبرضه سبناكي. لكن تتقفشي مع أصحاب آدم عبد الحي وتقولي لي إن دي صدفة؟ ده يحصل في عالم سمسم بس يا روح أمك. أنا كدابة. شكلك كده شمال. شكلك كده مش مظبوط يا بت. وحياة أمك لأجيبك. هجيبك وأعمل لك قضية عتاب. أنا مش عارفة أنتوا بتتكلموا على إيه أصلا. مش بقول لك شمال؟ انت يا بنتي جايه تلعب بينا ولا ايه؟ احنا مش فاضيين لك. هحطك تحت جزمتي وهفعصك. اخفيكي واحلف اني ما شفتك. ما تنطقي يا بت! ايه اللي وداكي عند عليا وكريم وطاهر؟ انطقي لحسن قسما بالله العلي العظيم هعلقك وهسحلك. أنا ما رحت لهمش، هما اللي جولي علشان أشوف الفيديو وأقول لهم إذا كان ده الأمريكاني فعلا ولا لأ، بحكم إن أنا كنت أعرفه يعني. وموضوع أمير اللي بتقولوا عليه ده أنا ما عنديش عنه فكرة، ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته، معرفش. لا يا بنت واعية واعية مستفة كلامك تمام، قفلت كل الخنان. صدقها يا بنت إن أنا صدقتك. أنا قلت كل اللي عندي. عايزين بقى تعرفوا الحقيقة، المفروض تروحوا تدوروا على عمل أبلود للفيديو على النت، أكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة. وانتي ما تعرفيش الحقيقة؟ ما هو أنا قلت كل اللي عندي، أنتوا اللي مش مصدقيني. ايوه. طيب حاضر، ثانية واحدة. سيف باشا. ايوه. لا يا ابني. طب أنا في طريق. أنا داخل جوه. ها؟ مفهوم سعادتك. نانسي، أنا هسيبك كده 5 مع شنبيه. عايز أرجع ألاقيكي عقلتي وقلت كل حاجة عشان تروحي تنامي في سريرك. ما عندناش بنات حلوة تنام بره. يا إما قسما بالله لا هلففك على مخبرين أمن الدولة نفر نفر. أكتر في شيوط شوية عندهم اكتئاب. بس على الله بقى كل بتعرفي ترقصي. لسه ما تستعجليش. ها؟ ما تستعجليش. غبية، استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيكي ده؟
اقعدي اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي. سؤال ايه؟ انت ما تعرفيش الحقيقه؟ هشام بيه، هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معاكي باحساسي مش بس بعقلي. وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومه زي دي، رغم ان انا جيتلك واديتلك نمرتي. على فكره اللي انا بعمله معاكي ده غلط. لو حد دخل ولقانا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 داهيه. بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك ان انا مصدق في براءه ادم، وبجد عاوز اساعده، وبجد مش عارف اقول لك ايه. لو كنتي قلتي لي المعلومه دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير انا وادم. عايز الحقيقه؟ يا ريت. الامريكاني حاول يتهجم عليا، وادم هو اللي انقذني بجدعنه ورجوله. ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب ادم في كتفه. كان طبيعي لازم يدافع عني وعن نفسه. حصل اللي حصل، قتله بالغلط. صح، انا صح، واحساسي صح، والجريمه دي مجرد جريمه عاديه ما هياش ارهاب زي ما بيقولوا. عرفتوا كل حاجه؟ اعملوا بقى فيا اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله تشنقوني. انا خلاص كفايه قوي لحد كده. لازم ارد له ولو حاجه من اللي عملها معايا. اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك. ايوه يا نانسي، عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انت هتروحي في 60 داهيه وهتتسجني، وانا عاوزك بره عشان تساعديني ان احنا نثبت براءة ادم. بتتكلم جد؟ من اول ما جيتلك وانا بتكلم بجد، بس انت اللي ما كنتيش عاوزه تصدقيني. بس متهيألي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقي. طب والظابط اللي كان هنا؟ مالكيش دعوه، انا هعرف اخلص الموضوع. وبعدين انا راجل، لما اقولك على حاجه لازم تصدقيني. طمني يا نانسي. في واحد محضر عايزك على الباب ومصر ان انت تستلمي الاعلان بنفسك. ايه هو سيف عملها ولا ايه؟ مش عارفه مش عارفه يا بنتي، مش عارفه. افندم، انا سهام سامح امين. ممكن حضرتك تمضي لنا؟ امضي لحضرتك على ايه بالظبط؟ ورقة طلاقك من السيد سيف سليم الحديدي. طلعني يا ماما. الصبر يا بنتي، الصبر يا حبيبتي، الصبر. دمعني دمعني وقطعني. ابكي يا رنا، ابكي طلعي كل اللي جواك. يا بنتي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش قادرة مش قادرة مش قادرة يا ماما. حبيبتي ما تكتميش في نفسك. الحمد لله يا بنتي انك خلصت منه.
بعد كده كان ممكن يكون خطر عليكي. النهارده بابا اتقطعت كل حاجه بيني وبين زين. بجد بقى، ده بجد بقى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اوعى تكون سبتني يابا غضبان عليا، فاكر اني قتلت عشان السياسة. والله عمري ما دخلت السياسة ولا اعرف عنها حاجة. يا رب يا رب، انت الوحيد اللي عالم اني مظلوم، والنبي فاهمه، مش عايز يكون زعلان مني. يابا انا ما عملتش حاجه غلط والله العظيم يابا. انا عملت الجدعنه والرجوله اللي انت علمتهم لي، ما وطيتش راسي ووقفت مع الحق. مش ده كلامك؟ وما جيتش على كرامتي زي ما علمتني. يابا انت في دار الحق يابا، واكيد عارف اني مظلوم، والله العظيم مظلوم. بس تصدق يابا، انا حاسس ان انت في حته حلوه قوي يابا دلوقتي. اقول لك ليه؟ مش ربنا قال لنا ان كل واحد في الدنيا بياخد حق 24 قيراط؟ انت كنت تعبان قوي في الدنيا، اكيد ربنا مفرحك دلوقتي، صح؟ يا رب طمني عليك والنبي يا رب. بس انا زعلان منك يا حاج امين. زعلان منك عشان انت قلت لي ان احنا غلابه، ما قلتليش ان احنا غلابه قوي قوي قوي. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ليا حق عندك وجاي اخده. حق ايه يا ام حق؟ قسما بالله العلي العظيم لو فتحت بقك بنص كلمه لكون ضربك 30 جزمه فوق دماغك. اتفضل بص في الورقه دي، وانت اللي هتضرب نفسك 100 جزمه. ده تحليل الدي ان ايه لابنك اللي انت قتلته في بطني وقتلتني معاه. التحليل ده مزور، وقلت لك بدل المره 10 ده مش ابني، انت الوحيده اللي عارفه مين ابوه. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم. انت ايه؟ ضميرك مش هيصحى. ايه؟ كفايه بقى، انت لا بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل. يا اخي فوق بقى، يمكن ربنا يفوقك. تعيط على ايه؟ ابن الحرام ما يتبكيش عليه يا سهام. لا يا سيف، ده ابنك اللي انت قتلته. انا مش هسامحك عمري كله. انا ابني اللي قتلته، وانا شرف اللي طعنتني فيه، والايام بيننا، وحقي هاخده ولو اخر يوم في عمري يا سيف يا حديدي. في ايه يا بنت ما تفوقي؟ انت جايه تهدديني هنا في بيتي ولا ايه؟ قسما عظما لو عتبت هنا تاني لمعلقك بمسمارين على باب الشقه، فاهمه ولا لا؟ بره يلا. هطلع. يلا طلع. السلامه. طلع يا سيف بيه يا حديدي. طب يلا. وحقي هاخده والله. والايام بيننا. وريني. وبكره هثبت لك. ماشي، تعالي لي بقى هنا قبل ما تمشي. قسما بالله لو عتبت البيت ده تاني، انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ سامعاني؟
يلا بره. اوعى يلا اوعى. انت حيوان؟ ليه بس كده يا ست هانم؟ انا مش قايله لك يا غبي تروح تجيب لي شامبو للشعر المجهد، راح تجيبه لي للشعر العادي؟ عادي هرجعه تاني يا ست هانم. لا مش عادي، انت لسه عايزني افضل مستنياك لحد ما تروح وترجع لي ان شاء الله ولا ايه؟ وليه الغلط ده يا ست هانم؟ ما قلنا هنرجعوه خلاص. شويه فلاحين معفنين مليتوا البلد. في ايه يا منال؟ بس هعمل ايه دلوقتي؟ زعايل ايه؟ انت كمان بترد عليا؟ انا رديت ولا فتحت خشمي؟ تصور انت قليل ادب وغبي. الله الله، ليه الغلط ده بس يا ست هانم؟ اخرس خالص، مش عايزه اسمع صوتك. خرست خلاص. ايه في ايه؟ بتزعقوا ليه؟ مفيش، كالعاده بواب قافل ما بيفهمش. معلش يا عم عوضين، روح انت دلوقتي. حاضر يا باشا. استنى يا زفت، خد تروح وتيجي بسرعه، عارف لو رحت كده ولا كده هقطع خبرك. جرايه يا منال؟ في ايه؟ اتكل على الله يا عم عوضين. اوعي. ايه؟ في ايه؟ في ايه يا هشام؟ خضتني. خضتك؟ وانت خنقتي الناس كلها وطلعتي عينهم وكفرتيهم يا شيخه. يا ساتر. ممكن افهم ايه الاسلوب ده؟ ده الاسلوب الوحيد اللي يتناسب مع اسلوبك اللي عايز الحرق ده. انت ناوي على خناقه بقى؟ لا انا اسف جدا، متاسفين عطلنا جنابك. امال اللي انت كنت بتعمليه مع البواب ده كان ايه؟ خناق ولا وصلة غنى؟ وانت مالك بالبواب؟ بني ادم. بني ادم يا شيخه، هو لازم ندوس عليه اكمنه ضعيف وغلبان ومش هيقدر علينا؟ بجد انا مش مصدقه انت ازاي ظابط وفي امن الدوله. والله انا ظابط امن. امن يعني امان، ودوله يعني مواطنين، يعني انا ظابط امن للمواطنين. مش المطلوب مني ان انا انزل لهم واعيشهم في رعب. وانت مصدق بقى الكلام ده؟ انا مصدق الكلام ده. دي رؤيتي اللي انا عايش بيها طول عمري وهفضل عايش بيها لغايه لما اموت. براحتك يا حبيبي، بس يا ريت ما تقولش الكلام ده لحد من صحابك، وخصوصا في الشغل، علشان يا حبيبي ما فيش حد يقول الكلام ده غير شاعر، رسام، صحفي، مش ظابط في امن الدوله. يا دي امن الدوله، يا دي امن الدوله اللي مجنناكي. هو انا لازم ابقى دراكولا وامص دم الناس عشان ابقى ظابط امن دوله وعاجبك؟ ده ايه العيشه المرار دي؟ يا ساتر، ما تجيش ورايا. عايشه تفلق. ايه ده، تليفون جديد يا نونو؟ وخط جديد كمان مش باسمي، بابا جابهولي عشان اعرف اكلم ادم. الو. ايوه يا عامر، ايه الاخبار؟ هو كويس دلوقتي؟ طب اديهولي اكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تليفون عشانك يا ادم. مين؟ الو. انا مش كنت بكلم خطيبي دلوقتي؟ ايه اللي دخلك على الخط؟ صوتك احسن النهارده الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. طيب كويس. بقول لك ايه، عندي ليك خبر هيفرحك قوي. الظاهر كده ان هم قربوا يلاقوا اللي سرق ريتشارد. ايوه، اصل في فيديو من اللي كانوا على الهارد المسروق لقوه على النت. يعني على الاقل الفتره اللي جايه مش هيبقوا بيطاردوك انت لوحدك، هيبقوا ماشيين في سكك تانية كمان. ان شاء الله براءتك هتظهر قريب قوي يا ادم، اطمن يا رب. طب اقول لك على حاجه كمان، ده الظابط هشام نفسه اللي منهم انا ابتديت احس انه ابتدى يصدق انك بريء. هو هشام اللي قالك كده بنفسه؟ ايوه هو بنفسه اللي قال لي كده. خدي بالك يا نانسي، اوعي تكوني وقعتي في الكلام معاه. الناس دي مش سهله. المهم انا مش عايزاك تشيل هم حاجه خالص عشان خاطري، وانا هكلم اهلك قريب واطمن عليهم واروح لهم كمان، وهبقى اطمنك عليهم. مش عايز حاجه تانية يا ادم؟ طيب اوكي، خلي بالك من نفسك يا ادم. تصبح على خير.
سلام، انا نازل. سلام. أوف. ايه الملل ده؟ الو شاهي، وحشتيني كده يا وحشه، شهر ما اشوفكيش. عاشفه في مطعم سمك النهارده في اسكندريه. انت عارفه ان انا بحب ده قوي، بس مش هينفع. مفيش يا ستي، جوزي محرم عليا النزول الا في ويك اند بس، وبعدين هايدي لسه راجعه من الحضانه ودخلت تنام. ما انا عارفه ان احنا هنروح ونرجع سد رد زي زمان، بس بقولك البنت نايمه ومش عارفه هتقوم امتى. طب قولي لي بيعمل ايه كمان؟ الشوربه اللي انا بحبها. واو بجد. طب بصي انا هقوم اجهز دلوقتي واصحي البنت، بس بليز بليز نروح ونرجع بسرعه، عشان بجد لو هشام عرف هتبقى مشكله، وهي بقى بصراحه مش ناقصه. اوكي يا حبيبتي، يلا باي. هاكلكوا حته دين اكل السمك من الاخر، مش هتنسوها. هنعرف دلوقتي ونشوف. ماشي. هايدي. نعم يا ماما. اوعي بابي يعرف ان احنا رحنا اسكندريه، بعدين يزعل مننا احنا الاتنين. اوكي؟ اوكي يا ماما، ما تقلقيش، انا فهمه ان احنا كنا بنعمل شوبينج زي ما حضرتك قلتيلي. شطوره حبيبه مامي. حبيبتي طبعا مامي بالظبط. يا ستي ما انتي السبب، احنا واقفين هنا ليه الاول؟ عشان نجيب شويه شوكولاتات وسناكس، عشان الطريق طويل. يا ضايعه. طب اتفضلي يلا. يلا مامي خديني معاكي. هايدي يا حبيبتي هتفضل قاعده في العربيه لحد ما اروح انا وطنط نشتري حاجات من الماركت وارجع على طول. اوكي؟ اوكي. فين بوسه مامي؟ لا. لما ارجع. ازيك يا هنا؟ عامله ايه؟ انت كويسه؟ انا مش كويسه خالص يا نانسي، انا تعبانه قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا اتفضلي. بصي، احنا بنات زي بعض، يعني اكيد هتفهميني وتحسي بيا. انا عارفه ان ادم في مزرعه خاله عامر، بس ما حدش عايز يقولي المزرعه فين. ارجوكي وحياه اغلى حاجه عنك تساعديني. انا هتجنن واشوف ادم، انا ولا عارفه اكل ولا اشرب ولا انام ولا اعمل اي حاجه في حياتي. انا خلاص اتاكدت ان انا مش هقدر اعيش من غيره. انت متاكده يا هنا بعد كل اللي حصل ده؟ هو يقول اللي يقوله ويعمل اللي يعمله، بس انا عارفه ومتاكده اني مش هقدر اعيش من غيره ولا هقدر اتخلى عنه. اللي يحصل يحصل بقى. اوكي يا هنا، انا هساعدك. ربنا يخليك. كده يا مامي تسيبيني كل ده؟ طب والله انا اكلم بابي.